عدة أمور وأسباب جعلت الغاضبين لحق فاطمة الزهراء عليها السلام وأمير المؤمنين يهجمون على دار الإمام لرفضه البيع على إنها لا تمثل الخلافة الواقعية لرسول الله صلى الله عليه وعلى أي حال. كان في المجلس الأول والثاني والثالث والمغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وقلفون، وأخذوا يداولون فيما بينهم. قال عام إلا تأخذ البيعة من علي. ثم قال له أبو بكر ويحك ماذا تقول؟ ثم قال عام إنك تصنع شيئا ما لم يبايعك عليه فابعث لي حتى يبايعوا. ثم قال أبو بكر هكذا ترى يا أبا حفص. ثم قال عام أجل لكي نوقفه عند حده. ثم قال أبو بكر يا قنفذ. قال قنفذ نعم يا مولاي. قال اذهب الساعة إلى علي بن أبي طالب وقل له أن يأتني الساعة. قال قنفذ سمعا وطاعة يا مولاي. ثم قال خالد أيها السادة ما دام علي قادم علينا والرأي أصبح عائدا لنا هناك أمور يجب أن نصفيها بيننا وبين علي. ثم قال أبو بكر افصح يا ابن الوليد عما تتكلم. قال خالد أصلح الله حال خليفة المسلمين إني أتكلم عن أصحاب علي. ثم قال أبو عبيدة معك حق يا خالد إنهم أصبحوا مصدر تهديد بالنسبة لنا فلا بد من الخلاص منهم. ثم قال أبو بكر يا قنفذ ما هو رد علي بن أبي طالب؟ ثم قال عام ماذا قال لك؟ ثم قال قنفذ قال لسريع ما كذبتكم على رسول الله. ثم وضع رأسه أبو بكر إلى الأسفل ثم قال عام وما باع؟ قال له إنه رافض لن يأتي إلى مجلسكم ويقول إنه مجلس الكفراء بعد إن رفض الإمام علي عليه السلام البيعة لأبي بكر وكان ذلك عن طريق الرسالة التي أرسلها أمير المؤمنين بيد قنفذ عندما قال عمر بن الخطاب لأبي بكر قم إلى علي لنأخذه إلى البيعة ونأخذ البيعة ومن جملة الذين قصدوا دار الإمام عثمان وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وقنفذ.
وعندما وصلوا إلى دار أمير المؤمنين تعالت الأصوات أن اخرج يا علي، اخرج يا علي، اخرج يا علي. ثم قالت فاطمة يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ لا عاد لي بقوم حضروا أسوأ ما حضر منكم، تركتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة بأيدينا وقطعتم أمركم بينكم، لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقا. ثم قال عمرو والذي نفس عمرو بيده لتخرجن ولا حرقنا على من فيها. ثم قال عثمان يا أبا حفص إن فيها فاطمة، قال وإن. ثم قالت فاطمة ويحك يا عم ما هذه الجرأة على رسول الله وعلى علي بن أبي طالب؟ أتريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفي نور الله، والله متمم النور. ثم قال عام ومن قال إني تطاولت على الله وعلى رسوله؟ حسنا. ثم ركل الباب برجله. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر، يا الباب ذيلة وما بقت الافكار، يا الباب يا الباب انشدك ويا محسن صقار، يا الباب يا مل عصره والزهره يا وبعدها رجع عمر بن وأبو بكر عليهم لعائن الله. ثم قام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وخرج إلى المسجد. ثم عاد لعائن الله عليهم مرة أخرى بعد أن رجع الإمام ولم يخرج إلى المسجد. وأخذوا يطرقون الباب ويرفسونها ويريدون الدخول إلى الزهراء. وبعدها دخل القوم إلى الدار، هذا وفاطمة عليه السلام بين الباب والحائط. عندها وصلوا القوم إلى علي ثم دخلوا الدار شاهرين السيوف بأيديهم في وجه الإمام. حينها نظر الإمام عليه إلى القوم ثم قال الإمام لولا كتاب سبق من الله وعهد من رسوله لقلبت بك الأرض ولرأينا عينا
قصر طاقتي واضعف جندا. ثم قال عمرو ويحكم ان الرجل موصى عليكم بي. وهنا اجتمعوا على الامام حتى اخرجوا ملببا بثوبه والسيف على رقبته يجرونه الى السقيفه. ثم على لا تخفين دمعي يما دمعي ولو بسكوت من تبكين سمعي يما بضلوعي يا ريتك كسير ضلعيك يما بلعيك ويلوعني يما ولايا بعدها استفاقت الزهراء سألت ابنتها زينب بني زينب بين أباك أمير المؤمنين أما إن القوم أخذوا وبعد ما فقدت الجارية الحنينة زينب شاعل يا يما وينا والله شنين بثوب حيدا والله ما خذينا بعدين سمعت الزهراء عليه السلام ما قالت ابنتها زينب توجهت نحو القوم وهي تتوكل على ولديها الحسن والحسين. قل يا يما دحاجين يا يما وجاوبيني يما وجاوبيني يما يا خلاف عينيك يسليني يما يسليني ويصبرني وينشف دمع عيني ويداوي صواب دلال والجروح يا يما. وبعد شو تقول يا زينب؟ تقول يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما بقينا من عقبك يتام يما يا يما يا يما يا يما يما يتامى يا يما الليل كله ما نام يا يما الدهر صوب نفسهم. بعدها سيدتي ومولاتي الزهراء وصلت فحانت عليه السلام بينهم وبين بعلها وقالت والله لا دعكم تجرون ابن عمي ظلما ويلكم ما اسرع ما خنتم الله ورسوله فينا على البيت وقد اوصاكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باتباعنا ومودتنا والتمسكم بنا. قال عمرو يا قنفذ قال نعم سيدي. قال ويحك عليك بها. قنفذ ياتي يضربها بالصوت. الله يا من كون موت ويا
واختنقي يما وش تردين زينة بلوحد الجنة يا يما يما الحزين يلجم جروحي ويبقى يستنقي رجعي جفوف وديك ادعي لي اترجاك يا يما يما تكبر دمعتي شبات ثقل الفرق بس غمضت عيني اجبد الحيل يموت يا يما بي روح احس وياك متعلقه يا يما يا ام حسن يا يما يا يما يا يما وقد أخذت بيد ولديها الحسن والحسين عليها السلام حينها قالت عليها السلام خلوا عن ابن عمي خلوه عن ابن عمي يا بابا أتريد أن ترملني عن زوجي وتيتمه أولادي والله لئن لم تكف عن لأكشفن رأسي ولأضعن قميص أبي على رأسي ولأدعون عليكم فما ناقة صالح بأكرم على الله مني ولا فصيلها بأكرم على الله من ولدي. ثم قال الناس ما تريد إلى هذا أتريد أن تنزل العذاب على هذه الأمة. ثم قال الإمام عليه السلام مخاطبا يا سلمان ثم قال سلمان نعم يا أمير المؤمنين. قال الإمام عليه السلام عليك بفاطمة والله لو إنها رفعت النقاب عن رأسها لقلبت عليها أسفلها. ثم قال سلمان وأخذ يتوجه إلى الزهراء ويقول يا ابنة رسول الله إن الله جعل أباك رحمة للعالمين. ثم قالت فاطمة يا سلمان أما ترى ما صنع هؤلاء القوم؟ قال نعم وإن فياني أقسم عليك ويبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما تراجعت عن ذلك. ثم قال الناس خلوا عن بعلها ثم قال أبو بكر خلوا عن وارجعوه إلى داري. يا الحزن شد الحيل الثاني وجرح قلبي بعدني بهازتك يمي يا شمعتنا يا ذو دربي عليك بداعة دموعي وعليك بداعة حبي كلمة تجبر الخاطر أريد منك بطلبي. وعلى أية حال أيها المؤمنون بعد أن رجعت فاطمة إلى دارها ومعها أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ولكن بأي حالة يا موالي
الضلع مكسور والعين محمرة والجنين مسقى. دار نداء وحوار بينها وبين زينب. يا زينب بني زينب. قالت لها نعم يا أمه. قالت لها عليك بذلك الصندوق. قالت لها عليك بذلك الصندوق. تأتي به وتقول لا تفضلي يا أمه. قالت لا بني اجلسي. جلست زينب عندها. بني أوصيك بوصية. قالت لا ما هذه الوصية يا أمه. ثم قالت لها قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه ابنتك ستمر عليها مصائب عدة. وبقيت الزهراء عليه السلام تذكر لابنتها ومن جملتها قالت عليه السلام بني اعلمي إن أخاك وحبيبك الحسين مقتول لا محال. حتى أخرجت عليه السلام قميص أبيض وقالت لها بني هذا القميص لأخيك الحسين. وقالت أيضا عليه السلام لابنتها بني لدي وصية احفظيها. قالت زينب ما هي يا أمه؟ قالت لا بني أريدك أن تقبلي أخاك من نحره لأن القوم يذبحونه من الوريد إلى الوريد. وإذا سألك عن السبب اخبريه إنها وصية. وفي الساعة الأخيرة من حينها حان لها أن تكاشف زوجها بما أضمرت في صدرها طيلة هذه المدة من الوصايا التي يجب تنفيذها. فقالت عليه السلام يا ابن العم إنه قد نعيت إلى نفسي وإنني لا أرى ما بي إلا إنني لاحقة بأبي الساعة بعد ساعة. أوصيك بأشياء في قلبي. قال الإمام أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها. قالت فاطمة يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة وإلا خلفتك منذ عاشرتني. ثم قال الإمام معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي. وقد عز علي مفارقتك وفقدك ألا إنه أمر الله لا بد من. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وقد عظمت وفاتك وفقدتك فإن الله لي ناصر ومصبرني وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا يما يا شي عوض حنان له يا يما أظل بدمعة عيوني لو ساعة انحرم مني. يما شوفين حجري
وانت الزهرة ما تشنيك يلترفش يظل عندي وفارقني الدار عنيك اي والله فارقني الدار ثم بكيا جميعا ساعة واخذ الامام رأسه وضمه الى صدره ثم قال الامام اوصيني بما شئت فانك تجديني وفيا امضي كل ما امرتني به واختار امرك على امري. ثم قالت فاطمة جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن العام اوصيك اولا ان تتزوج بعدي فإن الرجال لا بد لهم من النساء وأوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تترك أن يصلى علي أحد منهم ولا من أتباعهم ويدفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. فاطمة يا ابن العم إذا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله وصلي علي وليصلي معك الأدنى فالأدنى من أهل بيتي وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا وعف موضع قبري ولا تشهد جنازتي أحد ممن ظلمني. يا ابن العم أنا أعلم أنك لا تقدر على عدم التزويج من بعدي فإن أنت تزوجت امرأة اجعلها لها يوما وليلة واجعل لأولادي يوما وليلة يا أبا الحسن ولا تصيع في وجهي ماء فيصبحا يتيمين وغريبين منكسرين فإنهما بالأمس فقد أجدتهما واليوم يفقدان أمهما. قلها نصبي والصبر شفيد ومتهدي مركين حالي ظلم الدين يا صارت لي وظهري شابه الليلي والله ما احمي الوداع رحتي بسير عياولي ساعات الهجر مر والله طيف بنومي وكما تعلمون يا موالي إن أول نعش أحدث في الإسلام هو لفاطمة الزهراء عليها السلام لأنها اشتكت إشكالها التي قبضت فيها وقالت لأسماء إني نحلت فذهب لحمي ألا تجعلين لي شيئا يسترني فقالت أسماء إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك مثله فإن أعجبك صنعت لك فقالت عليه السلام نعم فدعت بسرير
فأكبته لوجهه ثم دعت بجرائد نخ فشدته على قوائمه ثم جللته ثوبا فقالت أسماء رأيتهم هكذا يصنعون فقالت عليه السلام اصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار. هذا وانتقلت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى فراشها المفروش وسط الدار. ثم قالت عليه السلام يا أسماء قالت أسماء نعم يا بنت رسول الله. قالت فاطمة إن جبرائيل أتى إلى النبي لما حضرت الوفاة بكافور من الجنة فقسمه ثلاثا لنفسه وثلثا لعلي وثلثا لفاطمة يا أسماء. ثم قالت أسماء نعم يا بنت رسول الله. قالت لها اتني ببقية حنوط والدي وضعيه عند رأسي. قالت لها سمعا وطاعة يا بنت رسول الله. ثم تأتي به وتضعه عند رأسها. بعدها تتوضأ الزهراء للصلاة ثم قالت يا أسماء هاتي طيبي الذي أتطيب به وهاتي ثيابي التي أصلي فيها. ثم أتت الزهراء عليها السلام وقالت يا أسماء أينما طلبت من أتت بها أسماء. بعدها سيدتي ومولاتي الزهراء تسجت بثوبها ثم قالت انتظريني هنيا ودعيني فإن أجبتك وإلا فاعلمي إني قدمت على أبي فارسلي إلى علي عليه السلام. ثم انصرفت أسماء وبعدها قال السيدة ومولاتي الزهراء السلام على جبرائيل السلام على رسول الله. اللهم مع رسولك اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قال هذه مواكب أهل السماوات وهذا جبرائيل وهذا رسول الله يقول يا بني اقدمي فما أمامك خير لك. فتحت عينها ثم قالت وعليك السلام يا قابض الأرواح عجل بي ولا تعذبني. ثم قالت إليك ربي لا إلى النار. ثم غمضت عينها ومدت يديها ورجليها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أبي محمدا رسول الله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين بالحق ولي الله. حتى فاضت روحها الطاهرة أين المولادي وفاطمة. رحم الله من نادى وسيدته وفاطمته. قلها مش حلويات مش حلويات الليالي بدونك مش حلوات يا يما مرات سودي وصوفين يا يما مرات يما ونات اقفل عمر يا يما ونات يما صحيت هيهات صحيت هيهات
تعود بعد هات والله ما لي تعود وصحي ثم نادتها أسماء فلم تجب. مولاتي فاطمة سيدة الزهراء يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك رسول الله فأقري عن أسماء بنت عميس السلام. تقول أسماء وإذا بالباب تطرق فعلمت إنهما الحسنان. فمسحت الدموع عن عيني وفتحت الباب وإذا بالحسن والحسين وهما يقولان أمها السلام عليك يا أسماء. كيف حال أمنا فاطمة؟ لقد فارقناها منذ الصباح. قالت اسماء إنها بحجرتها راقدة ونائمة. بعدها دخل الحسنان على أمهما فجلس الحسن عند رأسها والحسين إلى جنبه فقال الحسن يا أمه أجيبيني كيف أصبحت؟ أنا حبيبك حسن. أمه كلميني أنا عزيزك حسين. وإذا بالحسن يرفع الثوب عن وجه أمي فيرى إنها ميتة فيقول أخي حسين عظم الله لنا ولكلت بأمنا فاطمة. وابدا على صدر الزكي الحسن وحسين يغسلون الوديع بدمعة العين. يمان الحسن وحسين يمان الحسن وحسين. وإذا بأسماء تنادي يا أبناء رسول الله انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكما. يا يمي بعد تخلص شلون دنياي يما دنياي وانا بعدك صرت فاقد الراي. يما الراي يا يما وين انطي الوجه وين منواي. يما منواي وعليك ما يخلص ابد ببجاي يا يما يا وعليك ابد ما يخلص صيب جماي. بعدها يلتقي الحسنان بأبيهما يا أبا يا علي
لقد ماتت أمنا الزهراء. نادى الحسين أباه قد ماتت وديعة جدي رسول الله. ثم جاء الإمام علي عليه السلام إلى الدار. رجع حيدر علي ينفض بالأنفاس يقول على الراس يصيحون الحسن وحسين والناس يا سبيت المصطفى تهدي من البين يا. بعدها يقع الإمام علي على وجه الأرض ويقول بمن العزاء يا بنت رسول الله. لكن زينب تقول يا يمه بقينا يا يمه روحي الحمامة تحوم وتدور تدور عليك يمه وين صرتي يا يمه هنا انا قمت اتخيلك بالدار يا يمه قمت اتخيلك بالدار يا يمه هنا انا قمت هنا قعدتي يمه بعدني بعازتك يا شجرة البيت يا زهراء يا أمه يا سيدتي يما بعدني بعازتك يا شجرة البيت يما لا ينقطع من غصنك وردتي ولو بالطيف يما ولو بالطيف اشوف انك وترحين اي والله تعالي بمعصبك نشفي دمعتي. فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي يا الله. اللهم في الحسين الوجيه وفي جده وأبيه وفي أمه وأخيه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا